هارد لك لكل العالميين، هارد لك. شم ريحتك قريب، قربت انت، وينك؟ تعال قايلين لك الكتالوج عندنا. سعد الشهري اليوم بالورقة والقلم، لو كان يبي يفوز فاز. فهم الرقم السري، هو دخل الرقم السري اللي يفك الشفرة. ذب كورة ورا الأطراف، بس مساحات ورا بوشل، مساحات ورا سلطان الغنام، مساحات يعني ما كان الله بها عليم. ودك أمانة الرياض تتدخل وتسوي مترو. كورتين سجلها وواحدة ضاعت، شوف 3. هو لو يبغى كان فاز أكثر، بس هو حب إنه يطلع بالتعادل. بعدين ما أقدر أقول مبروك الاتفاق، ما أقدر أقول مبروك والله. بعدين الواحد صار يلعب مع النصر، يعني يبغى يجمع نقاط، لا صار الموضوع أصعب من كذا. إحنا نصير نجمع دية. جواو من بدت المباراة هو يسوي مشاكل، ما أخذ ولا كرت. هذه كرت أحمر، ليش ألغيتها؟ الواحد صار يطلع من مباراة النصر يقول الحمد لله على السلامة، عسى ما حد تضرر. العظيم، شو المباراة دي ولا حادث في الدايري؟ غريب عجيب. والله غريب عجيب. جيسوس نفس المشكلة اللي معنا، ترى هي نفسها موجودة. دفاع قوي مرة قوي، بس مو بدون سروال. ايش اللي بعد قاعد يشخ من فوق وورا والله. شينا. يلا لسه قدامكم. انتم ما شفتوا شيء لسه، تونا قايل لكم تونا نبدأ. لا تحكم عليه لسه، اللي جاي ألعن. شم ريحتك، أنا والله شم ريحتك، أنت قريب، وينك؟ شيخ حسبي الله ونعم الوكيل على الضغط اللي جانا من المباراة هذه. وهذا أول اختبار، أول فريق زي الناس ممكن يقابلنا. حسبي الله عليك، بس مو أنتم، مو النتيجة، لا والله على التافه ابن الذين هذا، والله أنه تافه وعكروي ويغبنك في نفسك يا رجل. أنا اكتشفت فيني ضغط اليوم، ورب البيت اكتشفت فيني ضغط منك يا رجل. الله يقلعك يا شيخ، الله يقلعك. أكمل كلامي بالبرنامج الأصفر، لأن عندي فضفضة للصبح وأشوف هذا اللاعب موجود، ورب البيت إن هذا الفريق ما يبي الدوري، ورب البيت. تعالوا هناك يا أخوان. الآن وقت الاختبارات، خلاص بدأت تبين الحين. قبل كنت يعني من هنا وغش في الاختبار من هنا، ويعني وجمع درجات من هنا، لكن الآن جاء وقت الجد، اختبارات الوزارة الآن. ايش صار؟ تعادلت. كان عذره الرطوبة إذا لعب في الشرقية وقت الصيف. الآن جابوك في المربعانية، ايش سويت؟ ما قدرت تفوز. ولسه لأن مباراة الهلال جاية في الطريق، والركب بدأت تتصافق. انت الحين قاعد تشوف بعبع ينتظرك قدام، والواحد قدام تعال. وهذا بعد من الأندية ما عندها لعيبة، أفريقيا كلهم رايحين، لكن إن شاء الله خير. وبنز لعب الأهلي طردوه بعد لكن إن شاء الله خير. عارض لك ابو ابراهيم، الحمد لله على كل حال. هذا هو النصر، ما عليه، الامور طيبه. وانا اخوك انا اشوف من وجهه نظري ولا لاعب سعودي يلعب. من وجهه نظري خلنا زي اسبانيا وزي ايطاليا وذولي اللي يجيبون اجانب، وش فيها؟ وخلوا السعوديين في نادي واحد يتمرنون مع بعض، يلعبون مع بعض وبس. والله نفس فكره ياسر قحطاني، يقول خلوا نادي الرياض هذا فريق المنتخب. اقسم بالله يعني الحين اجيب لاعب من برشلونه ما اخذه وكاسر تسلل، تجي انت اللاعب السعودي. منو فاشل. راحت بكره الهلال بيفوز بينه وبينه نقطه، يلا عاد. الهلال لزقه لين قرب. ما لا امر الله من ساعه يا عمي. من الحين اقول لكم جنسوا، لا منتخب سعودي ولا لعيبه. نضخ ملايين، واخر شيء يلعبهم كذا، ما يعرف يتمركز، ما يعرف يلعب اوفر، ما يعرف. ما عندنا لعيبه. صح راحت علينا، مقدر ومكتوب. وانا اخوك، فهذه قسمه الله، فهمت؟ هذه قسمه الله، فمكتوب لكم انكم تتعادلون مع الاتفاق. ولا تنسى دائما ان الاتفاق اهم شيء بين الاخوان، فهمت؟ ايش تبي؟ ايش تبي الحين؟ اذلف. لازم نتفق ونخلي يدينا مع بعض يا ابو ابراهيم، عشان نقدر نتعايش مع الدنيا ذي يا ابو ابراهيم. شفت يا بوشر، خليت دلشكات حسي. الله يهديك يا اخوي، تعلموا على شلون تكسر البصايد. تعلموا يا اخوي، ايش بلاكم انتم؟ تكفون الكرة القدم هنا صح بسيطة جدا، بسيطة. صادق. تقول الاجنبي وش والله مباراة اليوم كلها في كوم. ابو ناصر الجرنتا اليوم، عبد الله العمري، شكرا
شكرا عبد الله العمري. يعني تبي ادخل السجن؟ لا قد ليه تبي تصورني وانا الحين زعلان؟ تبيني الحين اتكلم على العالم وادخل السجن؟ لا الا خلاص الله يحفظك. مشينا نروح نتعشى. اقسم بالله الدوري السعودي ما ينفع لعيبه سعوديين، اقسم بالله. لا عاد من الحين اعطيكم. لا ويطلبون بعد ملايين على ايش؟ ملايين ما تتمركز، ما تعرف ذا. ما عليك راح علينا الدوري. لا راح الدوري. شوف ويوقف واقف. ترفع يدك الرجال منطقتك يا اخوي. ما بنتعشى. قوم اكل يا رجال، قوم اكل. ما بنتعشى قوم اكل بس صدرك يا اخوي. يا اخي قوم اكل يا ابو ابراهيم. وش العشاء؟ هذا هو. ما ادري من قال لهم شو صدق. ما عليه مقدر مكتوب. قوم اكل، قوم وسع صدرك وناخذ. قوم يلا يا عمي. راح ابو يزيد روح شوف الهدف. شوف كل الاهداف الزينه تجي فيه. ما لا وسع صدرك وسع. بام بام بام. اخيرا تعثر اخيرا. وربي رجال الاتفاق، وربي انكم ارجل فريق. تعالوا لاعبونا على الصدارة. تعالوا اخيرا جيتوا. هيا تعال. ابغى مباراتي معاك تكسير عظام. قلنا لكم صدارة وهمية، ما لعبوا مع فرق كبيرة. ما حد صدقنا. تعاون، اتحاد. الاتفاق مو فريق، كيف هزمتوه 5؟ الاتفاق عطلك، ويا رب الاهلي يعطلك الجمعة، والقادسية يعطلك بعده، وتجيني مشفي. ما ابغاك الا مشفي. تخيلوا كان حيغيب اللي سجل فيهم 2، كان حيغيب. احمدك يا رب. ليش النصر تعثر؟ اسأل نفسك عزيزي المتابع، قربت مواجهته مع الهلال، الرعب وما أدراك ما الرعب. لا، واللي صانع هدف الاتفاق راضي العتيبي، لبى قلبك يا ولد عمي، والله العظيم شكرا. خلاص يا جار، لا تفل أمه 11 مباراة ما تعثرت. تعثر وباقي سحب الصدارة بإذن الله. الآن الفرق 2 نقطتين يا أخوان. أقسم بالله لعيبة الهلال لو تتمنغلون. خلاص جروا الصدارة يا جماعة الخير. والله تبون الصدق، حصل ظلم تحكيمي للاتفاق. لو ما حصل ظلم تحكيمي انا اتوقع ان الاتفاق ممكن يفوز. بس الله يسامحك يا جار، تاكل حقوق المساكين دايم تاكلها. عوافي الحزن الحقيقي مو بالآن، الحزن الحقيقي لما انتزع الصدارة بإذن الله. النصر يتعثر، اول تعثر له هذا الموسم في الدوري. مباراة اضاعة الفرص، مباراة استبسال لاعبين الاتفاق. جاري شيك توترت؟ يوم قربت مباراتنا مع بعض توترتوا؟ على السريع يا حلوين، يبغى يقصد له جوال، لابتوب، بي سي او اي شيء من هذه الالكترونيات، او مثلا اشياء من اثاث البيت نفس المكيفات وغيرها، كلها تلقونها عند محزمك المليان. تقسط وبشيء موثوق ومرخص، تلقونه موجود في البايو يا حلوين، وعليكم بالعافيه. الجدول صار نفس ما انتم شايفين الان. بعد تعثر النصر صار الفارق النقطي بين النصر والوصيف اللي هو التعاون 3 نقاط، والفارق بين الهلال والنصر 5 نقاط، والهلال عنده مباراة بكرة ضد الخلود. في حال انتصار الهلال غدا امام الخلود راح يكون الفارق بين الهلال والنصر 2 نقطتين فقط، مع العلم ان النصر عنده المباراة القادمة ايضا ضد الاهلي، وبعدها ضد القادسية، وبعدها ضد الهلال. سؤال لكم يا حلوين، هل تتوقعون ان هذه بدايات فقدان النصر للصدارة؟ اكتبوا لي رايكم بالكومنت، لا تنسون الاضافة واللايك الجميل لكم. حياكم الله عندي بالاصفر، اليوم تلقوه في الباقي. سلام عليكم. افضل سيناريو ممكن يذوق جيسوس هذا الموسم، النصر اليوم بعد تعثر قدام الاتفاق، الهلال بكره يفوز على الخلود، متبقي 2 نقطتين بين الهلال والنصر. راح تكون مباراة 12 يناير بين الهلال والنصر ب2 نقطتين، تفوز تتصدر. الله على السيناريو الاسطوري. اتنفس حزن الغدار هذا. وبكذا نترقب مواجهة من الطراز العالي، انزاقي قدام جيسوس في 12 يناير، من اللي راح ياخذ الصدارة ويكمل الدوري على الصدارة، على ان الدوري باقي طويل، لكن هذه المباراة راح تحسم لك اشياء كثير. بداية الخير يا نصر، قلنا لكم الشهر هذا راح تنزفون نقاط بشكل مرعب. 2 نقطتين امام الاتفاق، والله كرت احمر واضح وصريح، ولكن الحكم كان له راي ثاني، طلع الكرت الاحمر، راح الفار غير رايه. كلنا فاهمين كوره، وكلنا انه تدخل من خلف الكوره بعيده منه، ضرب رجل اللاعب، ولكن ما عليه، خيره بغيرها. المدرب الشهري بيض الله وجهك على الاداء المتناسق بين لاعبينك العاديين جدا. فينال دوم اللي قالوا عنده ظرف عائلي، من حقهم يقولونه والله على اللي سواه فيهم اليوم. وانا تاكدت انه لو ما كان يلعب كان خسر الاتفاق
ولكن كان موجود وسجل هدفين وابدع وامتع وكان رجل المباراه. الشهر هذا راح يكون عقوبه على النصراويه، راح يكون عقوبه بشكل مرعب. قدامك الاهلي وقدامك الهلال، قدامك القادسيه، قدامك التعاون، قدام فرق كل واحد بينزف منك نقطتين ثلاث. فالله يعينك يا نصراوي، هذه بدايه الخير. من وين هذا يا الاتفاق؟ هذا سعد الشهري ولا كوارتيلا متغير؟ الله يا ناس ايش الهدف ذا؟ والله دفاع متقدم ذا، غير ينكب النصر ويضيع منه. يا ساتر يا دقنا، حلق تركي، شوف اي احد في الملعب يشمطه. يا ساتر يا الاتفاق، ايش الجول ذا يا ولد؟ ول والله مع جيسوس شكله بيطير الدوري. ايش الدفاع المتقدم ذا؟ شوف المساحات. يا ساتر والله عقيد يصور. شوف الهدف، شوف قال له صور وجيبها. الله يرحمه يوم برشلونة يا مارتينيز، عيونك ورا ولا قدام؟ ما فهمنا. اربطوه وامسكوه، هو من خيره يا ناس. يلعن ابليس. واو لا دحين يخقون عليه بنات المتوسط، يشغلونه في التيك توك. الله قار. الله قار. هذا ايش من اللي سجل؟ جواو ولا كريستيانو؟ حبك مانو هذا النصر ناوي يا ولد. امسكوه ذا لا يفطس، عمره 70، عندنا 70 تسمع صوت اعظام. هذا كذا في الدكه، انتبهوا له، قيس الضغط السكر، انتبهوا له. النصر الله لا النصر ناوي عالدوري ولا ناوي؟ الله شوف كيف. يا ساتر نام فوقه لا الدخل. يا ساتر. لا ممنوع الهدف، ضربت في المكان الغلط. يا ساتر التعادل. لا الاتفاق الشرقية شكله ناوي النصراوي اليوم يعاني. لا صوتي تعبان شوي. الله والله دفاع متقدم. انا قلت بينكب النصر. شوف قال له صوت. انتهت مباراة النصر بالتعادل الإيجابي. مباراة ممتعة من الأخير، مباراة أتوقع أن يتحملها جيسوس بدفاع المتقدم، بس مباراة والله ممتعة لأبعد حد. زي ما تشوفون جدول الدوري حاليا، الهلال بكرة عنده مباراة يفوز، الفرق نقطتين. الدوري مشتعل بين الهلال والنصر، وبينهم مباراة يا سلام سلم. فاللي ما ضافنا بالأصفر يضيفنا الرابط بالبايو. ردة فعل مباريات. سلام. بدأ جدول النصر الصعب وسقط من أول مباراة. أول تعثر للنصر في هذا الموسم. في حال فاز الهلال بكرة يكون الفرق بينهم نقطتين، والأسبوع الجاي راح يتقابلوا. النصر الجاي بيلعب ضد الأهلي، بعدها القادسية، بعدها الهلال، بعدها الشباب. جدول صعب إنه يفلت منه النصر. بوجهة نظري أشوفها تعادل منطقي وعادي جدا ولا يوتر. والمفروض النصراوية ما يتوتروا، لأن أساسا ما في فريق في العالم ياخذ الدوري يفوز كل المباريات، يعني ما يتعادل ولا مباراة، ما يخسر ولا مباراة، مستحيل. ما في فريق في العالم زي كذا. المعلومية أنا أتمنى النصر يحقق الدوري، أرجع وأقول لك أتمنى النصر يحقق الدوري، ولكن عشان يحلى الدوري أن النصر يتعثر. يعني يجيك مباراة الهلال اللي يفوز يتصدر، بتكون المباراة أحلى بكثير. في النهاية هارد لك جمهور النصر، وأنا أشوف أن تعثر وارد جدا وتعثر بسيط، وراح يرجع النصر صح أقوى من قبل. أنا الموسم الماضي أطالب بالدوري، أنا الموسم الماضي أشوف فوقي الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، القادسية. أنا الموسم هذا هو دوري يا أخوان، دوري من 12 الأخير. تفكيري في الأندية هذه أكثر من الهلال، أكثر من النصر. ضامك انتصر في هذه الجولة، والفتح انتصر في هذه الجولة، وصاروا اثنينهم فوق الشباب في ترتيب الدوري. الحاجز اللي بين الشباب ومركز الهبوط بشكل رسمي هو فارق الأهداف. وللعلم ترى الشباب أضعف هجوم في الدوري يا أخوان. والله يا أخوان إني أنا تعبت لدرجة إنه ما فيني حيل أتكلم على هذا الدوري. والله العظيم يا أخوان أشيل هم ضامك أكثر، أشيل هم الخلود لا يفوز، أشيل هم الفتح لا يفوز. ما صرت اطالع الهلال، النصر ذول انا ما يهموني، فازوا وخسروا وتعادلوا ما ياثر فيني شيء، ما يفرق معي شيء.
هذا البلاء اللي عندي انا. النصر في اول اختبار له تعثر اليوم بالتعادل ضد الاتفاق. هذا لسه نادي النصر ما لعب ضد الاهلي وضد القادسيه وضد الهلال وضد الشباب وضد الضمك وضد التعاون وضد الخلود. الله، هي الغريب في الموضوع فينالدو مسجل هدف التعادل ويسكت جمهور النصر. اوب يا فينالدو. كريستيانو رونالدو وصل من الخبره يا اخوان انه يسجل يا اخوان بظهره. والله يا اخوان شيء مو طبيعي من الخبره من الاهداف هذه. مباريات النصر هذه هي اللي حتحدد نادي النصر هو بطل الدوري او لا. يا عيال نادي النصر تعثر. سقوط هذا يسموه ولا مو سقوط؟ لا سقوط بهزيمة لكن شبه سقوط. يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل، اللي دق علي حرجع ادق عليه بعد هذه السينما. اقول له انت كيف تفكر؟ يقول لي يا بنقا ترى فيها سقوط. يا رجل نادي النصر قوي، نادي النصر اسمه هذا الترتيب حاليا، نقطتين. لو الهلال انتصر حيصير نقطتين، الهلال يفوز على النصر ياخذ الصدارة وياخذ الدوري. حبيبي يا حمدون، حبيبي يا حمدون، حبيبي يا حمدون، السلام عليكم. يا رجال ايش بك؟ تراعدت رجولك ببعضها ولا كيف؟ اشوفك انعطبت من اول مباراه. ذاك اليوم نتكلم في مقطع قلت ايش بتسوي يا رجال قدام الاتفاق والاهلي والهلال والقادسيه؟ مشيتوا علي في التعليقات قلتوا ما ادري ايش، لا بنفوز وبنعدي. انت قدام الاتفاق بلياله تعدلت. تقول لي تبي تقدمنا هلال والاهلي قادسيه؟ سكران انت. هناك اليوم كيف رجولك التراصه في بعض. وكريستيانو جاب هدف بالحظ، سلكت معاه هدف بغراضه. هيا شيل. انتهى الشوط الأول، الاتفاق متقدم بهدف وحيد أو هجمة وحيدة بعد. الشوط الأول كان نصراوي 100%، لكن هذا الهدف هو اللي، ولكن أنا من رأيي الشوط الثاني النصر بيقلب النتيجة وبيفوز. هذا رأيي، أعطونا توقعكم. وضعك صعب يا نصر، وضعك صعب يا نصر. لأول مرة هذا الموسم النصر يخرج شوط أول وخسران 1-0. النصر لو خسر اليوم الهلال كسب الخلود وهو مؤكد فوزه، حيكون الفارق نقطة. حيلعب مع الأهلي والقادسية تقريبا، بعدين الهلال يلعب مع الحزم يستقبل الهلال، ممكن الهلال الديربي يتصدر. يا وضعك صعب يا نصر يا أخي. ما أبي انك تفوز في النهاية يطير عليك الدوري، هذه ما هي بشخصية يا أخي. أوكي شفنا الشوط الأول النصر كان أفضل بأمانة، النصر ضيع 6 أهداف، بس حبيبي في النهاية يقول لك الاتفاق أنا فايز عليك. الاتفاق فوز الآن يفتح آفاق للتعاون، للأهلي، للاتحاد، حتى للقادسية يقدر ينافس، الفارق بيكون 19. هذا دوري، أنت في الجولة 11 ما أنت في الجولة 40 ولا 20 قربت. وضعك صعب. ايش تتوقع النصر؟ انا اتوقع تعادل لو فاز النصر. احذر ان تستفز رونالدو. العالم 2 النصر 2. الصدارة ما لها الا نصر، ما لها الا نصر. مين اللي سجل؟ ما هو رونالدو سجل بظهره. الكرة تحب النصر يا اخوان. رونالدو الاسطورة سجل هدف بالظهر. يا جماعة الخير، من يوم صنعت محتوى من 2013 أول مرة أشوف حظ النصر يقوم. قام حظ النصر يا أخوان. يا جماعة رونالدو سجل هدف. اقسم بالله اني مبسوط يا اخي. الاسطوره يستاهل. يا كم الحظ عاند النصر في ركلات الترجيح في 10 بطولات، قدام بيروزي، قدام الهلال، مباراة الجحفله، قدام الشباب في السوبر، نهائي السوبر الموسم اللي راح. كم مباراة خسر فيها النصر. خلوه يا اخي يفرح. ما تبون النصر يفرح يا جماعة؟ والله يستاهل العالم. الف مبروك يا شمس النصر اللي تشرق من جديد. لا يا نصر في العندهم ذا وش وضعه؟ يا نصر طار الدوري عليه. الكوماندوز 2 سعد الشهري ابن النصر، الله يسعد الشهري مدرب كبير، أذاق النصر الهزيمة وعدل الهلال. واليوم جيسوس يا السبعيني اترك الحياط. 2 الكوماندوز 2. تسمع ولا ما تسمع الدوري ولا يا اخو؟ راجل ورسميا رقم النصر التاريخي يتوقف قطاره في الشرقية بتعادل امام الكوماندوز 2-2، وفرصة مواتية للهلال بالانتصار يوم الغد وفارق النقطة. يا لجنون دوري روشان.
يا وين نقطة؟ نقطتين طيب يا أخي. الهلال عنده 26 27 28 29 نقطتين. طيب هي نقطتين خلاص راحت الأربع يا نصر. تحية كبيرة للمدرب ابن الوطن سعد الشهري. عطل جسس مع الهلال بالنقطة وعطل جسس مع النصر. عقدتك سعد الشهري، مبارياتك أفلامك في البايو وحسابهم. أول اختبار حقيقي يا بعد الانتصارات تعطلت من الاتفاق. مباراتك الجاية مع الأهلي، لو ما تفوز على الأهلي راح الدوري لا تنسى. أدق تحية لمدرب وطني لابن الوطن للسمي سعد الشهري. حي عينك يا السمي. سعد الشهري ما يدعمونه لأنه سعودي يا أخوان، بميزانية محدودة مع الاتفاق وبفوارق دعم. اليوم هو المدرب الوحيد اللي عطل النصر في الدوري. طبعا كونسيساو عطل النصر، نتكلم في الدوري 10 انتصارات وقفها سعد الشهري. ما هي بصدفة اليوم، مو ان سعد الشهري عطل النصر لا يا حبيبي. ترى هو كان يدرب الاتفاق الموسم الماضي وعطل جسس الهلال مع السلسلة والأرقام التاريخية. حي عينك ترى مش عيب ان سعد الشهري يقود المنتخب في كاس العالم. انجازاته في المنتخبات الاولمبيه واضحه. حير في ريناردو ومانشيني ياخذون ملايين، الاقل هذا عنده غيره على وطنه. حي عينك يا ولد تنومه، حي عينك يا الشهري. يا جماعه شوفوا وسلي مع جيسوس استهزئ به. انا كذا تعادل النصر يا كيف تخليه يلعب لي ابو ناصر؟ هدف مجنون والله، هدف مجنون والله. والله هدف مجنون، والله هدف مجنون، والله هدف مجنون. صدع شوف والله الجهة اليمين معدومة. مارتينيز انا ظلمتك يا ابو ناصر. مارتينيز بعطي ظهرك ادخل علي يا اخي. يرجع النصر، يرجع ايش قاعد في رونالدو بالظهر. اوبو اول لاعب يسجل هدف بالظهر، اول لاعب في التاريخ يسجل هدف بالظهر يا رونالدو، الله اكبر يا نصر. والقم انجاز هذا، ايش اللي والله الهدف رقم 958. لا زال هذا بالصدفة، لا زال حبيبي، هذا بالصدفة ما يحصل. يا شيخ ايوه هدف التعادل. ايوه يا شيخ ايوه الثاني الاتفاق. بوشل شوف اكسر التسلل يا اخي، اكسره، خليه وراك يمشي. حاط يدك ورا والكورة مي بحولك، خش على الكورة يا اخي. انا لله وانا اليه راجعون. مباراة دوري يا شباب. دوري راح خلاص. والله صحيح والله ضحك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. الحمد لله على كل حال، حسبي الله ونعم الوكيل. المباراة انتهت 2-2 ونفس توقعاتي. قلت المباراة كان عندي احساس انها بتنتهي بالتعادل وفعلا انتهت بالتعادل. لكن بوشل انت هذا لاعب منتخب، شوف زملائه كلهم وينهم فيه، كلهم كاسرين التسلل الا هو. بوشل الهدف الثاني يتحمله 100%، مارتينيز يتحمل الهدف الاول 100%. الحلم قاعد يضيع بيننا وبين الهلال. لو فاز الهلال بكره بيصير نقطتين، والله بيصير نقطتين بيننا وبين الهلال. الدوري قاعد يضيع، مجهود 10 مباريات قاعد يضيع. بداية يناير بداية المباريات الصعبة أولها تعادل، راحت نقطتين في الهواء. أغلاط بسيطة بس يا أخي تقدم، تقدم شوي، تقدم. لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم طولك يا روح.
اللهم طولك يا روح. هارد لك جماهير نادي النصر، هارد لك. والله راح نندم، والله راح نندم، والله راح نندم على اي نقطه قاعد تضيع، وراح نندم على هذه المباراه ندم شديد، والله راح نندم ندم شديد. وتذكروا كلامي، راح نندم ندم شديد. مباريات زي كذا قايل لكم مهمه وصعبه. انا قلت لكم مباراه الاتفاق والقادسيه اصعب من مباراه الهلال والاهلي. مارتينيز الهدف الاول معطيه ظهرك تمشي كذا تتفرج فيه كذا، يا اخي خش عليه يا اخي، خش عليه يا اخي. بوجر قاعد ترجع مع اللاعب، ترجع زي كذا مع اللاعب وزملائك كلهم متقدمين، يا اخي اكسر التسلل يا اخي، اكسر التسلل يا اخي. هذه المباراة تحتاج روح، تحتاج قتالية يا اخي. لا اله الا الله. بدينا أرد لك جماهير نادي النصر، مباراة تغبن، مباراة تحرق الأعصاب. معوضين خير يا جمهور النصر، لازلنا متصدرين. حتى لو الهلال يفوز بكرة فارق نقطة لنادي النصر، وبإذن الله هذه درس لينا. بعض اللعيبة لازم يلعبوا بروح وبقلب. أمامنا مواجهة أمام الأهلي يوم الجمعة، باقي يومين. نكون مع اللعيبة بإذن الله إن الدوري للنصر بإذن الله. لك الله يا نصر. معوضين خير. قبل الختام لا تنسى الإضافة واللايك. الله يسعدكم جميع. سلام. يا حنبوش عجل علينا، لمس بسيطة. يا حنبوش أصفر. ايوه هذا الصح. ايوه يا حنبوش، انت مضغوط يا حنبوش، مضغوط مدري من ايش يا حنبوش. انتوا الشهدان ليه مضغوطين يا حكم؟ هارد لك يا جمهور النصر على هذا التعادل وبطعم الخسارة. فريق قدم كل شيء. تضييع الفرص السهلة هذا اللي جالسين نعاني منه. فرص سهلة تضيع علينا، محققة تضيع علينا. يعني المفروض 3-4 اليوم. خسس وش لاقي في وسلي؟ علمنا وش لاقي في وسلي ما عنده شيء، لاعب يرفع الضغط. اما بالنسبه لفريق الاتفاق انا مسميه صغير الشرقيه، لا جاء قدام الهلال فتح الملعب وكلا 5 وكلا 4، لكن قدام النصر يلعب برشلونه ترى من سنوات. هذه حركات فريق الاتفاق، يقفل ويلعب بروح اللي النصر ما يفوز. لو يلعب كذا في الدوري ترى دائما ما ينافس على الهبوط لو انه يلعب كذا، لكن باذن الله انه يهبط باذن الله الى الهبوط الاتفاق. جمهور النصر مباراتنا الجايه يوم الجمعه. شكرا للجنه المسابقات على هذا الضغط المباريات. ريح الهلال، ريحوه. ما في صملة. جاري صديقي الصدوق من زمان اعرفه. ما في صملة، ما فيش صملة. انا ما جيت اتشمت، انا جيت اضحك، يعني اخت الشماتة. استغفر الله العظيم واتوب اليه. انا ما ابي اتشمت. عندنا بكره مباراة ضد الخلود في ملعب الخلود في الرس. نفوز فيها يصير الفرق نقطتين بس عن النصر، وبعدها مباراتنا ضد ضمك، والنصر بيلعب يوم الجمعة ضد الاهلي، فممكن ترجع لنا الصدارة قبل الديربي. انا ما ادري ليش النصراوي حط كذا في باله انه بيدخل الديربي وهو متصدر وهو مرتاح. ممكن انا اتصدر، ممكن انت تتعثر ضد الاهلي، انا افوز على ضمك اتصدر، افوز عليك في الديربي يصير الفارق 4 نقاط، يعني تنقلب الطاولة. انا عارف والله عارف. انا اي فريق يتصدر ويكون خلف الهلال الله يعينه، بيقروشه. فريقي واعرفه، والله فريقي واعرفه من زمان يا اخوان. مستحيل يفرط بالذهب، مستحيل يفرط بالصدارة. يطفش الهلال، يطفش اذا ما تصدر ما شاء الله يطفش. فحتى لو حقق النصر الدوري ما راح يحققه، طبعا بشرط يكون الهلال الثاني، ما راح يحقق النصر الا بعد غثاء، بعد قلة حياة، بعد نشبة. هنا الهلال خلفك الله يعينك، اقسم بالله الهلال اذا ما تصدر ما يرتاح. انت يا خصمي المتصدر تبي تاخذ دوري، بتعبك نفسيا والله. افعلها يا سيموني واجلب لنا الفوز بكره، افعلها يا الطلياني تكفى. طبعا كل ثقه بسيموني إنزاغي، مو بان عندي شك فيه، لا والله من ايام الانتر انا اثق بهذا الرجل، انا استمتع بكره هذا الرجل. سيموني إنزاغي سيجلب لنا الفوز غدا بحول الله وقوته.
يصير الفارق نقطتين زي ما قلت لكم ونفوز بعدها على ضمك. يتعثر النصر ضد الاهلي، برضو اذا ما تعثر بيقابلنا او بيقابل القادسية، مصير الصداره بترجع، مصير النصر بيتقروش، مصير الصداره ترجع لاصحابها. نصراوي معليش يا جاري، الصداره انا لها معليش. هارد لك جمهور النصر، هارد لك حبايب قلب جمهور الجار، هارد لك نصر جيسوس. السلام عليكم. الجار لما لقى نفسه هيقابل الاهلي اللي خد على قفاه السوبر السعودي، يعني تحس انه ركبه خبطت ببعضها، ولما لقي وراه في الترتيب الهلال ركبه خبطت اكثر فتأثر. وتخيل الاهلي حبيبنا وقلبنا الراقي كبير جدة يقوم دق النصر كالعاده، يعني اخر فتره يعني الاهلي متعود يدق النصر، يقوم دق النصر وفاز عليه برغم غياب ايبانيز اللي اتطرد عشان ما يلعبش قدام النصر. فتخيل الاهلي يعملها ويفوز على النصر واحنا نفوز ونتصدر، وبكده يرجع النصر الوضع الطبيعي والمكان الطبيعي خلف الهلال، والمفروض اصلا يبقى خلف الاتحاد والاهلي، وان شاء الله يبقى خلفهم برضه. قلنا المكان اللي انت فيه والله اكبر منك لدرجه ان انت مش عارف تمليه، انت بترجف كده وانت موجود في الصداره فوق لانك مش متعود عليها. فشويه ورا شويه ورا شويه، اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع، ان شاء الله ترجع الوضعك الطبيعي وهترجع للمركز الرابع والخامس والسادس عادي، يعني ده الطبيعي بتاعك. هارد لك الجمال الجار، الف مبروك الجمال الاتفاق، وان شاء الله الراقي يدقك الاسبوع الجاي. يا تقول لي تعالى ابيك، تعالى يا رب بكره بس نفوز يا رب. يقول لك امينه صنايع طلق زوجته ليش؟ قالت له بابا تعال نسوي اتفاق. اقول لك معانا جماعه فيليكس بنجيب الدوري. تخيلوا اللقطة هذه سايرة مع الهلال، شوف الدعس، شوفه أعطاه كرت أحمر ثم رجع الكرت أصفر. شوف مفروض طرد، شوف الدعس واضح، شوفه واضح. لا الهلال تحكيم، الهلال ما يمشي إلا بالتحكيم. هيا شوف إيش رأيك؟ يلا أعطوني رأيكم كلكم. الحين دون تصقع الكرة في ظهرك وانت مانك داري تحتفل على طول؟ ما يمزح والله، ما يمزح، يبغى والله العظيم صدمتني، والله صدمتني. اشكر الشغف لدرجة انه احسب انا وعبد الله يعني ما احنا مركزين من اللي سجل الهدف. بسفل الظهر الهدف ينحسب بسفل الظهر. يعني احنا شايفين فيليكس اللي سجل، بس لما احتفل الدون حسبناه الدون اللي سجل. والله احنا شفنا شيء ما من جد الدون اللي سجل. ايوه ده لو مو موجود ظهره ما بيسجل، لو ما سوى كذا. ايه هدف للدون 997 97 والله. هذه لو صارت على طول و56 ولا 57؟ 57 اي 57 ما شاء الله تبارك الله. الى فين يا دور؟ الى 1000. الى 1000 بس مو ضد الاهلي اهم شيء، بس يعني لا بوضح لكم شيء ترى. هدف رقم 960 على الاهلي، 960 ترى هاتريك بيسجل. واقول لك شيء عشان ما اضحك زياده، النصر لاعبين منهم مسجلين 26 هدف اللي هم كريستيانو وجو، ما شاء الله تبارك الله. حاجه هارد لك للنصر لانه متصدر فتعتبر هذه بخساره، لكن ابدا مو هياط اللي بقوله. الاتفاق لو ما كسر السلسله بالتعادل الاهلي راح يكسرها خساره النصر طبعا، وباذن الله الاهلي فايز. ابدا مو هياط، وانا عارف انه عندي بلاوي الدنيا، بس انت متخيل الاهلي الان زي ايش؟ كابرس موديل 80 وماشي في الشارع، اكيد بيصدم الناس ولا يشوف اي احد ويخش وعادي وعنده تبلد. انا وصلت لمرحله التبلد، غياباتي لين الليل، في كل خانه في غياب. وبنقابل النصر اللي ما شاء الله تبارك الله الى الان مسجل في 11 جوله لعبها 35 هدف، بيقابل الاهلي ودفاعنا ما ادري كيف، الله يستر. ديميرال وإيبانيز ومندي وراهم، ما عاد احد الا ديميرال مسكين واقف الحال وكذا يتفرج فيهم. والله شيء يقهر. الجدول الصعب تو بادي، بسم الله، في اول مباراة تأثر فيها حتى لو انا خارج الارض، بس الصعبين لسه انت بتلعب معهم، كل مباراة بتكون اصعب من الثانية. باقي لك الاهلي، الهلال، القادسية، تأثر من الاتفاق، مو صغار منهم. صح بينالدو اليوم ما ادري ايش فيه قلب الظاهر وشغلنا، لكن التأثر لو نهاية المباراة الصعبة في الاخير اوكي، بس في البداية هذا بيأثر علينا كلنا. ما سمعوا لا حسكم اللي حصل عندكم، ما سمعوا لا حسكم اللي حصل عندكم. يا حبيبي يا شيخ، يا حبيبي يا فينالدوم، سقط تشبيح لمدة شهر قدام. خرج
سبحانك يا ربي ما أعدلك، عدالة السماء يا أخوان، والله عدالة السماء. راجعوا مقاطع يا أخوان، والله العظيم إني قلت بعد آخر مباراة للنصر، النصر داخل على الثقيل، نبغى نشوف إيش حيسوي قدام، وهذه أول مواجهة له قدام الاتفاق وانتهت بالتعادل. حتى الهدف الثاني للنصر ما أدري كيف جاء، شاتها فليكس صقعت في ظهر كريستيانو وراح يحتفل في الزاوية يسوي سي. عزيزي الهلالي تعال أعطيك الثقيل اللي يبسطك. فوز الهلال على الخلود غدا يصير الفارق نقطتين بس، ويوم 12 يناير تقابل النصر والفارق نقطتين وتهزمه في ملعبك وتاخذ منه صدارة كذا. اخوان والله ما عاد يمديني استحمل، ابغى 12 يناير بأي ثمن بأي طريقة يا اخوان. شعور انك تشوف انزاغي متسلطن على جيسوس في المملكة أرينا وجماهير الهلال تردد اوه سيمون انزاغي، اخواتك فون.